السلام عليكم. هكلمكم سريعا كده عن مجموعة السيارات. في عندنا مجموعتين، مجموعة صغيرة ومجموعة كبيرة. المجموعة الصغيرة بيبقى فيها قفاز التنظيف اللي هو بتاع السيارة، ناحية ناعمة نعومة بتاعت فوطة التراب، وناحية خشنة نسيج كده خشن. مفيش فوط زي النسيج ده عندنا في جرين واي. ده حلو قوي لتنظيف البقع، بالذات اللي في السيارة وسقف العربية والكلام ده، وحتى لو في حاجة لازقة على الصاج من بره بينضفها بسهولة. ده شكله تمام، خشن كده مش بيجرح، لكن بينضف حلو قوي. والناحية التانية فوطة التراب، نسيج فوطة التراب. تمام. وطبعا ليه الاسوره بتاعته، ده كبير قوي بينفع للرجاله والسيدات. دي الفوطه اللي بتيجي في المجموعه التانية. دي بتنفع لتلميع الازاز او تلميع اي حاجه في العربيه. تمام. بينزل الفوطه دي بتنزل لوحدها اهي. ده شكل الفوطه اللي بتنزل لوحدها، هي نفس الفوطه دي. تمام. وبرده القفاز بينزل لوحده، نفس القفاز اللي في المجموعه دي. دول بينزلوا كل واحد لوحده لو عايزه اي حاجه لوحدها، وممكن الاتنين مع بعض في مجموعه، بتبقى اوفر شويه في السعر. ده شكل المجموعه الصغيره. بالنسبه للمجموعه الكبيره بتاعه فوطه السياره، بتيجي فيها 4 منتجات. المنتجين اللي كانوا معانا في الصغيره، اللي هي الفوطه تلميع الازاز او اي حاجه في العربيه دي، والقفاز بتاع التراب، ناحيه تراب وناحيه تنظيف. تمام. وبيجي فوط التراب للعربيه من بره بقى. طب هما اللي يعني ده لازمته ايه دوت؟ ممكن حضرتك عشان ما توسخيش، يبقى بره العربيه اكيد بيبقى التراب اكتر من جوه العربيه، فتقدري ان انت تخلي مثلا الناحيه بتاعه القفاز دوت للتراب اللي جوه العربيه، الدركسيون والتابلو والحاجات دي. تمام. بحيث ما تنقليش تراب من بره العربيه لجوه العربيه. ودي فوطه تراب عاديه. طيب دي مقاسها ايه وفرقها ايه عن فوطه التراب العاديه؟ دي فوطه التراب العاديه اهي، هي نفسها بالظبط. تمام. نفس النسيج اهو، من قدام ومن ورا. طب هل هي قدها في الحجم؟ قدها بالظبط 30 في 40. تمام. نفس الفوطه. تمام. دي فوطه التراب العاديه بتاعتنا، اللي هي لوحدها دي بتاعت البيت، ودي فوطة التراب بتاعت العربية. طيب ايه الفوطة الرابعة اللي معانا؟ الفوطة دي فوطة التلميع. هي عاملة زي الفوطة الناعمة اللي بتبقى عندنا، اللي هي فوطة التلميع بتاعت تلميع التراب او الفضة، قصدي تلميع الخشب من التراب او تلميع الفضة او تلميع اي حاجة. هي نفس الفوطة دي، نسيج الفوطة الناعمة ده. تمام. طيب هل الفوطة دي زي فوطة العربية اللي هي ذات وجهين لوحدها؟ دي فوطة التراب اللي بتيجي بتاعة العربية اللي هي ذات وجهين. ده شكلها اهيت، مختلفة شوية عن الفوطة اللي بتيجي في المجموعة، أدخن. ده شكل الفوطة اللي بتيجي في المجموعة دي، أكنها دبل فيس، هي ماسكة في بعضها اهي. تمام. نفس المقاس 30 في 40، انما بتبقى اسمك منها. يعني شايفين التخن بتاع دي ودي؟ ده الفرق بين فوطة التراب اللي في المجموعة بتاعة العربية يعني، وفوطة التراب بتاعة السيارة اللي هي بتيجي لوحدها في علبة لوحدها. تمام. برضو كده، ده هنا الاربع حاجات بتوع المجموعة اهمت. في بقى معانا الفوطة الكبيرة بتاعة السيارة. دي كبيرة جدا، اهي شايفين المنظر، كبيرة جدا ما شاء الله. ده الفرق بينها وبين فوطة السيارة اللي هي اللي بتيجي لوحدها، اللي هي الصغيرة. فرق كبير طبعا، دي قدها مرتين تقريبا اهو. شايفين الفرق؟ برضو نفس الحكاية، ان الفوطة دي عاملة زي نسيج التوست بتاع فوطة الارضيات، فهي مناسبة جدا لتنظيف الارضيات وتلميعها. تمام. ويمكن اسمك منها كمان، لان هي معمولة اصلا للسيارات، وبرضو تمشي الارضيات تبقى حلوة قوي، لانها اتخن كمان من فوطة التويست بتاعت الارضيات، ومقاسها اكبر طبعا زي ما انتم شايفين، 55 في 70. انما دي الصغيرة مقاسها 30 في 40. شايفين الفرق بين النسيج بين الاتنين؟ ده نسيج فوطة التراب اهو.
انما ده نسيج فوطة التويست بتاعة الارضيات او بتاعة قفاز الفرو والحيوانات او تنظيف المفروشات والكلام ده كله. تمام كده اكون غطيت مجموعة العربيات كلها والفرق بينها وبين اي حاجة تانية في الانسجة. شكرا.